عشان الانجليزي ماده فيها ابداع كبير جدا، حرفيا هفرح جدا. يعني الماده دي كانت عامله لي مشكله كبيره. وقبل بس ما نبدا في حوار الشوامل ده، فحابب اقول لك ان اهم حاجه تركز عليها في الماده هي موضوع الكلمات. مساء الخير، ازيكم يا ابطال ثالثه ثانوي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نتكلم على الانجليزي اصلا وقبل اي حاجه كده، فانزلوا طمنونا عليكم في الكومنتات، عملتوا ايه في الامتحان بتاع الادب والنصوص، وفرحوني كده وعرفوني ان الامتحان عدى معاكم على خير. حرفيا هفرح جدا. يعني الماده دي كانت عامله لي مشكله كبيره، فان شاء الله تكون عدت معاكم على خير. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. بالنسبه بقى للانجليزي، فانت معاك حوالي يومين ونص. انصحك وبشده تبدا النص يوم بتاع النهارده ده في السكيلز والجرامر، تخلصهم كويس جدا. الموضوع فيهم مش صعب. السكيلز انت بس هتتدرب على الاسئله من امتحانات السنين اللي فاتت مثلا، او من مذكره المراجعه بتاعتك، او من ايا كان. والجرامر راجع القواعد او احفظها تاني من اي كتاب خارجي، او مذكره المدرس بتاعك، او من اللي انت كاتبه حتى ورا المستر بتاعك. وبعد ما تخلصه برضو اتدرب عليه او حل عليه من اي كتاب معاك كان في فتره المراجعه، او من امتحانات السنين اللي فاتت من المرشد. اليوم اللي هو بتاع بكره بقى يفضل تجيب الكلمات. وتجيب الكلمات ده مش معناه انك تمسك الكلمات تاني وتقعد تحفظها وتعيد وتزيد فيها، لا، ما عادش وقت للكلام ده. يعني انت هتحل على الكلمات. يعني هتمسك الاسئله لو كنت حلتها قبل كده فهتعيد عليها تاني، حتى قراءه بس كده، لو مش لازم تمسك القلم يعني. ولو لسه ما حلتهاش فاوكي حلها يعني. وان شاء الله لو مشيت زي ما انا قلت لك كده يعني، فهتلحق تخلص الكلمات على بكره بالليل. تخلصهم كويس جدا، كلمات وجرامر وسكيلز، فاهمني؟ هتيجي بقى من بعد بكره اللي هو اليوم اللي قبل الامتحان على طول، هتبدا تحل شوامل. وقبل بس ما نبدا في حوار الشوامل ده، فحابب اقول لك ان اهم حاجه تركز عليها في الماده هي موضوع الكلمات. الكلمات حرفيا هي اغلب الامتحان، سواء حتى في السكيلز. يعني الكلمات مطلوبه جدا يعني، فاهمني؟ فما تبخلش على نفسك بالكلمات. انا زي ما قلت لك كده سبت لها يوم كامل اللي هو بكره كامل، فاهمني؟ فما تضيعش اليوم ده منك. حتى لو انت كويس في الكلمات فراجع عليها تاني، دي اخر مره هتذاكر انجليزي في ثالثه ثانوي، فاهمني؟ فما تضيعش نفسك. بالنسبه بقى لعدد الامتحانات، فالنهارده بالذات مش هقول لك على عدد امتحانات محدد، يعني ايه، حل على قد ما تقدر. عشان الانجليزي ماده فيها ابداع كبير جدا، فحرفيا ممكن تحل 200 الف سؤال تدخل تلاقي 10 اسئله تانيين. بس طبعا كل ما تحل امتحانات اكتر هتطمن اكتر وتتدرب على افكار اكتر، والدنيا تبقى معاك تمام اكتر. ده كله بيصب في مصلحتك يعني. ولو في حد تسمعه يراجع لك المنهج في ليالي الامتحان ديت، فعندك اتنين: مستر عبد الحميد حامد ومس مي مجدي. الاثنين ممتازين جدا وكويسين جدا جدا جدا. فلو منزلين محتوى لليالي الامتحان بتاع الثانويه الازهريه يعني، تمام، اسمعوا هتستفيد جدا جدا يعني. مش منزلين فخلاص زي ما انا قلت لك يعني مع نفسك. ولو انت عطلت في حاجه وانت بتحل، فيا اما هتبعت للمدرس بتاعك تساله، او تسمع اي حد بيحل الكتاب اللي انت بتحله ده على يوتيوب، وهتلاقي في ناس كتير جدا يعني. وان شاء الله هتلاقي مستر عبد الحميد حامد منزل محتوى سواء مراجعه او حل يعني، فالموضوع هيبقى مفيد جدا بالنسبه لك. وبس كده، ده كان حرفيا كل ما يخص ليالي امتحان الانجليزي. فشير الفيديو ده لاصحابك علشان كلهم يستفيدوا ويعرفوا يعملوا ايه في الامتحان ده. وطبعا هتاخد الثواب بتاعهم يعني. وما تنساش برضه تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من طلاب الثانويه الازهريه والكلام ده يعني. وهتلاقي تحت في وصف الفيديو لينك قناه التليجرام بتاعتنا، يا ريت تنضم ليها. وكان معكم دكتور محمد عزازي، طالب في الفرقه الاولى طب ازهر دمياط. اشوفكم في الفيديو الجاي.